السلام عليكم خاوتي خياتي كاملة، راكم تتبعوا فينا عبر التراب الوطني داخل الوطن وخارج الوطن. السلام عليكم. معنا في موضوع القروض المصغرة والإقصاء الذي ترتب عنه. للدين القرض المصغر خاوتي خياتي حنهضر معكم بالعامية باش كاع يفهموني، يعني اللي قاري واللي ماشي قاري والأمي أيضا. شوفوا خياتي خاوتي، لم حابين يولوا يستفادوا من منحة البطالة هما راهم بالقروض المصغرة، ننصح بزاف خاوتي خياتي اللي راهم دايرين غلطة، اللي داو القرض المصغر 2 ملايين ونص ولا 4 ملايين ولا 5 ملايين، هادوما وما رجعوش المبلغ، هادوما راح يقصوهم إقصاء نهائي وليس تعليق مؤقت. لكن هذا خبر أكيد، لكن الخبر الذي ممكن تعديله مع الأشهر القادمة هو القرض المصغر اللي داو تحت 4 ملايين ورجعوا المبلغ تاعهم في وقته، هادو اللي راح تتم الدراسة عنهم وفي إمكانية إرجاعهم للاستفادة من منحة البطالة، لأن المبلغ الذي تقاضوه لم يكن مبلغ كبير يقدر يستثمر به الإنسان، يعني لا يعتبر مساعدة من الدولة لإنشاء مشروع خاص. يعني 2 ملايين ولا 4 ملايين مش راح دير مشروع خاص للإنسان. حنهضروا على القروض المصغرة اللي راهي تحت 4 ملايين، أما القروض المصغرة اللي راهي فايتة 5 ملايين، هذه راهي مقصية إقصاء تام، يعني ما فيهاش رجوع، ولا يوجد دراسة تثبت أن هناك إرجاع أصحاب القروض المصغرة. سأوفيكم بجديد. سلام.